السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة إيمان ريفيو، قناة لنشر ملخصات الكتب وروايات. في هذه الحلقة أقدم لكم قراءة في كتاب المحاور الخمسة للقرآن الكريم للكاتب المصري محمد الغزالي، وهو كتاب للراغبين في تعميق فهمهم للشريعة الإسلامية، وللمهتمين بعلم القرآن وتفسيره، وللمهتمين بالتربية العقائدية الإسلامية. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والإعجاب بالفيديو إذا رقكم المحتوى. وككل بداية أترككم مع نبذة عن حياة الكاتب محمد الغزالي، كاتب ومفكر مصري وأحد دعاة الفكر الإسلامي في القرن العشرين. ولد سنة 1917، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز سن العاشرة. التحق بمعهد الإسكندرية الابتدائية وحصل فيها على شهادة الكفاءة والشهادة الثانوية الأزهرية، ثم التحق بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وأكمل دراسته حتى حصل على شهادة عالمية تعادل درجة الدكتوراه. عرف عنه تجديده في الفكر الإسلامي، وقد عمل بالخطابة والوعظ وتأليف الكتب الفكرية الإسلامية طيلة حياته، بالإضافة إلى قيامه بالعمل بالتدريس في العديد من الجامعات العربية والجامعات أم القرى في مكة، وكلية الشريعة في قطر، وجامعة الأمير عبد القادر في الجزائر، كما عين وكيلا لوزارة الأوقاف في مصر. اشتهر بخوض معارك فكرية عديدة قاوم فيها الغزو الثقافي الغربي، وانتقد الحكومات العربية بشدة، وفي الوقت نفسه انتقد الجماعات الإسلامية المعارضة لتشددها، ودعا إلى منهج وسطي يجمع بين التمسك بالقيم الإسلامية والاستجابة العقلانية لمقتضيات العصر. عرف بأسلوبه الأدبي في الكتابة، واشتهر بلقب أديب الدعوة. له نحو 100 كتاب، منها سر تأخر العرب والمسلمين، والجانب العاطفي من الإسلام، وجدد حياتك، وكيف نفهم الإسلام، وخلق المسلم، والمحاور الخمسة للقرآن الكريم موضوع الحلقة. توفي سنة 1996. يعد التوحيد هو المحور الأول الذي تدور حوله آيات القرآن الكريم، فقد كان الناس في الجاهلية يتخبطون في الأوهام، يعتمدون على عقولهم وأهوائهم، ففسدت فطرتهم التي تعرف أن لا إله إلا الله، وأشركوا بالله آلهة أخرى ابتدعوها وظنوا أنها ترزقهم وتحميهم. وألحد بعض الناس فأنكروا وجود الله من الأساس، وادعوا أن الوجود كله نتيجة صدفة عمياء، وانغمس كلا الفريقين في الشهوات وإرضاء نفوسهم حتى قست قلوبهم، فلما جاءتهم الرسل بالحق جحدوا ورفضوا كلمة التوحيد. وما أشبه هؤلاء المنكرين للحق منذ آلاف السنين بمنكريه اليوم الذين يرفضون التوحيد حتى يكون لهم الأمر من دون الله، ويتبعون شهواتهم بلا وازع من دين أو ضمير. فحتى يومنا هذا نجد أنظاما منصوبة في العديد من البلاد كالهند والصين، ولا ينازع الوثنية هناك إلا الشيوعية الملحدة التي تريد إخراج الناس من الظلام إلى ظلام آخر. وأديان سماوية من اليهودية والمسيحية حرفت وبعدت عن حقيقتها، فالمسيحية منذ خلطها الرومان بعقائدهم الوثنية ابتعدت عن حقيقة التوحيد، فجعلوا لله ابنا، وجعل الرومان آلهتهم عائلة، كما اعتبر مشركو العرب الملائكة بنات الله. ولكن وحدانية الله ضرورة كما هي حقيقة تخضع له القلوب قبل العقول. يتمثل المحور الثاني من محاور القرآن الكريم بالحديث عن الكون والدعوة إلى التفكر في عظمته، فالإنسان عندما يتأمل الكون يستشعر مدى تفاهة عالمه وصغر تأثيره، فيتواضع للخالق الذي صاغ هذا الكون العظيم ويدبر الأمر به كله بلا كلل أو تعب، ويتعلم أن يسلم أمره لله يقينا أنه لن يضيعه. ومن المؤلم أن العديد من المسلمين انشغلوا بالفلسفة اليونانية التي عجزت عن فهم الكون، بل وجعلت مركزه الإنسان العاجز الضئيل،
فكانت النتيجة أن تحولت الفلسفة إلى عبادة المادة التي أظهرت احتقارها لأنها عجزت عن الوصول للمعنى. وكان الأولى بالمسلمين أن يستمعوا لأمر القرآن ودعوته إلى تأمل الكون لتنكشف لهم قوانينه ويزيدهم العلم إيمانا. إلى جانب التأثير السلبي للفلسفة اليونانية، كان سوء فهم معنى الزهد سببا آخر دفع المسلمين للإعراض عن آيات الكون الباهرة، إذ اعتقد فريق من المسلمين أن الزهد والتدين يعني كراهية الحياة وعدم الاكتراث بها، وهذا فهم باطل يناقض صحيح الإسلام الذي يحض على العلم والعمل وعيش الحياة بإيجابية. إن كانت الآيات التي تحث على التأمل في عظمة خلق الكون ونظامه عديدة منثورة في القرآن، فإن المحور الثالث المتمثل في القصص التي يسردها القرآن أكثر، وفيها إشارات أهم وأعظم تأثيراً. ولكن الجاهلين يقولون إن جميعها قصص مكررة في جميع مواضعها، متشابهة في سياقها وأحداثها وغاياتها، وذلك لأن عقولهم عجزت عن فهم المعاني المتعددة في هذه القصص. فمثلا قصة سيدنا آدم ذكرت 7 مرات في مواضع مختلفة من سور القرآن الكريم، ولكن عندما ذكرت قصة سيدنا آدم في سورة البقرة ذكر بنو إسرائيل وعصيانهم في رسالة واضحة للمؤمنين لتجنب سبيل الغي، وهو الانحراف عن أوامر الله، وعصيانه اتباعا للشهوات. أما في سورة الأعراف فقد قدمت رسائل للمسلمين تعلمهم الطريق القويم بعد عرض قصة آدم تحذيرا من الغفلة وعواقبها، ولكن مسلمي عصرنا لم يحسنوا استقبال هذه الرسائل المضمنة في قصص القرآن، فكانت نتيجة غفلتهم انحطاطهم وتخلفهم عن ركب الحضارة حتى أصبحوا تبعا للغرب في كل شيء. عندما تتفكر في الآيات القرآنية التي تسرد قصة آدم عليه السلام ستجدها مختلفة تماما عما جاء في التوراة، حيث عرض القرآن القصة من زوايا مختلفة يركز كل منها على جانب مهم من جوانبها، فتظهر عظمة الخالق والملكوت وغاية الإنسان، وأن حياته اختبار ينتهي به إلى النجاح والجنة أو الفشل والنار. إذا كانت قصص القرآن قد أكدت على حقيقة أن جميع الأنبياء بعثوا ليعلوا كلمة الله ويخرجوا الناس من ظلمات الشهوات إلى نور الدين والتقوى، فالمحور الرابع من محاور القرآن الكريم عقائد البعث والحساب تكمل هذه المعرفة النورانية بالأخبار عما سيكون بعد نهاية هذا العالم قصير الأجل، وليعلم كل مسلم أن الآخرة هي دار البقاء والعدل، وأنه سيبعث بعد موته ويحاسب على كل فعل وقول، فيحذر من الوقوع في الفحشاء والمنكر ويتقي الله ربه. لذا إن كان العقلاء من الناس يخططون لمستقبلهم ويستعدون له، فالآخرة أولى بالاستعداد. وإن كان الناس في الدنيا درجات بحسب الثروة والأصل، فإنهم في الآخرة درجات كذلك، ولكن حسب تقواهم وإيمانهم وما قدموه من خير في حياتهم. إن إدراك هذه الحقيقة بأن الدنيا دار اختبار وليست دار بقاء ستدفع المرء لتعديل سلوكه وتحويل تفكيره إلى الأفضل. تظهر حقيقة الاعتقاد في السلوك، فلا معنى بأن يعلن الرجل إيمانه بالله وحب رسوله وهو مقيم على المعاصي يناقض فعله ما يقول. لذا فالمنهج التربوي في الإسلام من أهم محاور القرآن الكريم، ومن أهم مضامين الشريعة بوجه عام، فلا يستقيم السلوك الإنساني إلا إن تلقى التربية السليمة. لكن مجتمعاتنا الإسلامية قد غفلت عن تربية أبنائها تربية إسلامية صحيحة، فشبوا لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر. ويتمثل هذا المحور فيما تحثنا عليه الآيات القرآنية من سلوكيات أو تنهانا عنه، وغالبا ما نجد تأكيدا على عناصر أخلاقية جوهرية في الآيات،
أبرزها الحث على الإحسان والنهي عن العدوان. فالمؤمن لا ينبغي له أن يخضع لقانون الغاب، حيث يعتدي القوي على الضعيف ويسلبه حقوقه، كما نرى في عالمنا المعاصر الذي لم تمنعه ادعاءات التحضر والإنسانية أن يتحكم إلى القوة، فتأكل الدول الكبرى الدول الصغيرة كما تأكل وحوش الغابات فرائسها. إن الإحسان خلق المؤمن الأسمى، فهو يجمع بين الإتقان في العمل والرحمة والعدل والعفو، ومن تمتع بهذا الخلق حظي بحب الله عز وجل، فالله يحب المحسنين، والإحسان مفهوم واسع يشمل الفرد والمجتمع. فالمحسن متقن لعمله يصل رحمه ويعفو عمن ظلمه ويسعى في خير الناس وصلاح أمرهم. والمجتمع المحسن مجتمع متكاتف متراحم يحمي الضعيف والمسكين ويأخذ على يد الظالم حتى لا يتمادى.